يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سلامات يا صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن. يا رب تكونوا بألف خير وانتوا عم تشوفوا فيديو اليوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اشتقت لكم كتير ورجعت لكم اليوم إن شاء الله فيديو جديد وروتين جديد وحكيات جديدة. طمنوني عنكن، عن أخباركن، إن شاء الله تكونوا كلاتكم بألف خير. ويعني الصبايا اللي عم يحضروني لأول مرة ولسه ما اشتركتوا بالقناة، وإذا عجبتكن يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس لحتى يصلكم كل شي جديد أنا بقدمه. ويا ريت ما تنسوا تحطوا لي لايك لهذا الفيديو، وخلونا نبلش بإذن رب العالمين. هلا أنا اليوم هذا الفيديو مصور عن يومين، يوم السبت ويوم الأحد، وأنا خبرتكم بالفيديو الماضي قلت لكم إنه أنا التهيت عنكم شوي وقصرت بالتنزيل لأنه في عندي عزيمة وضيوف وهيك. فوالله يعني قلت إنه كنت عم بصور وبسجل، فهيك الحمد لله إنه بعد ما خلصت كل شيء قلت أنزلكم هذا الفيديو اليوم، يعني أشارك معكم الشغلات يلي حضرتها وشلون صارت عزيمتنا وشلون صارت هيك الأكلات. يعني هي بنشارك بعضنا وبنفس الوقت بناخد أفكار من بعض. هلا اليوم أنا رح أساوي الأكل، طبعا الأكل يلي ساويته بعزيمتي، ساويت أرمان بلبن وفريكة ورز، وساويت كبة مقلية، كمان ساويت عش البلبل. والعزيمة لمين؟ العزيمة يعني لخطيب ريان وأهله، يعني بيت حماها لبنتي ريان. ايه والله يعني شفتوا، بتعرفوا أكيد أغلبكم بيعرف العادات والتقاليد، إنه عاداتنا نحن السوريين شلون بتكون بالعزايم والخطبات، وشلون إيش الشغلات اللي بتصير من أهل العروس وأهل العريس. يعني شفتوا والله من فترة كنا نحن معزومين عندهم، فنحن هيك رجعنا إنه عزمناهن مرة تانية، وهي أول عزيمة يعني إنه بنعزمهم لعنا. ايه والله. هلا أول شي عملته الصبح، فقت من فيقتي غسلت وشي ودخلت على المطبخ، طالعت اللحمة، هي اللحمة هون للأرمان. العزيمة هي يوم الأحد، فقلت بجهز أكلاتي، يعني طبعا مو كل شي، قلت إنه بجهز الشغلات اللي هيك اللي بدها شغل على الغاز. أول شي عملته فرمت اللحمة، تركتها حباي وسط. هلا هي كانت في منها أكتر كتير خشنة، فرمتها هيك قطع وسط وحطيتها وغسلتها وحطيتها على النار. هلا هون جيت بدي أقشر زفرة، بصراحة ما في زفرة لأنه اللحمة تازاي، يعني جوزي جاب لي اللحمة قبل بيوم. فيعني بس كانت اللحمة تازاي ونظيفة، تحسوا ما بيطلع لها هيك زفرة ووسخ وهيك، فما طلع منها شي الحمد لله. حطيت معه شوية فلفل أسود وحب هال وتركتها تستوي. هلا هون بلشت بدي، يعني هون كنت عبالي اللحمة مشان حشوة الكبة، بدي أعمل كبة مقلية أساوي منها شوي دراويش وشوي قراص. هلا بما إنه الأكل أكتر من نوع، فأنا ما حبيت إنه أكتر كتير مشان ما يصير فيني مرة مثل بزمان. وإذا بتتذكروا برمضان كمان كان عندي عزيمة لهيك بيت عمو لزوجي والشباب وهيك، نهارتها كترت كتير، الله وكيلكم ضل الأكل أسبوع بالبيت، يعني كل يوم ناكل نفس الأكل. يعني فعلا إنه واحد وقت بكون، يعني هي فعلا قاعدة لازم ياخدها وقت بتكون إنه مثلا مساوين أكتر من نوع أكل، إنه حاولوا تساووا شي على القد، ما تكتروا كتير، طبعا كمان ما تقللوا لحتى ما يطلع شي ناقص. بس هلا أنا هون يعني ساويت كيلو ونص برغل، ويعني إنه قلت بكفي مع تشكيلة الأكل. فهون أول شي عملته إنه بعد ما حطيت لحمة الأرمان على النار، قليت اللحمة مشان حشوة الكبة. بعد ما استوت قسمت منها لأنه رح أعمل هيك شوي أقراص، يعني هيك تشكيلة. والباقي مشان الدراويش حطيت لها هون البصل، حطيت معها بصلة صغيرة، لا عفوا بصلة ونص. وكنت كمان قالية مجهزة المكسرات، طبعا المكسرات ذوق شخصي بالنسبة للكمية وبالنسبة للنوع. أنا حطيت كاجو ولوز حوالي، يعني هلا بالنسبة للكمية قلت لكم ما رح أكون حوالي شقد، يعني كل واحد وحسب استطاعته وحسب ما بحب. قليتهم أول شي، طبعا بتقلوا أول شي المكسرات لحالهم، بعدهم بتضيفوها للحمة بعد ما تخلص، لحتى هيك يضلوا شوي عم يعطوا هرشة بقلب اللحمة. جهزت شغلاتي ورتبت المطبخ، بتعرفوا هيك شغلات إلا ما يطلع فيها فوضى. وبعدين شطفت الأرض نظفتها منيح. وكتير شغلة على فكرة، في شغلة كتير كتير مهمة دايما بجي دقلكن عليها وبنسى، سبحان الله. كتير في شغلات بجي بدي أحكيها وهيك بتروح عن بالي. أهم شغلة إنكم وقت بدكم تسووا أكل، يعني هلا هي أكيد أنا متأكدة أكتر يعني كلياتكم تنتبهوا على هاي القصة، بس يعني سبحان الله جل من لا يسهو، كلياتنا بنسهى وأحيانا بننسى. إنه خليكم دايما وقت تكونوا عم تشتغلوا بالأكل
إن كان في عزيمة أو غير عزيمة دايمًا حطّوا شي على شعركن، قشطة، إيشاب، أي شي بتعرفوا يعني يعني الميّات اللي عم نستخدمها بالنسبة لمَيّة الحمّام وبالنسبة مَيّة الوضوء وهيك، المَي كلّها كلس، فكتير عم بتسبب تساقط بالشعر، يعني بتعرفوا قصص الشعر والأكل وهيك، فدايمًا باجي باقول إنه بدي أنبّهكن على هاي القصّة ومع إنه أنا متأكدة يعني كلّياتكم بتعرفوا بس إنه من باب هيك إنه النصيحة. دايمًا بده يكون عندكن عزيمة أو غير عزيمة بتحضير الأكل، دايمًا خلّوا شعركن مضبوب لحتى ما ينزل شعر على الأكل، هاي الشغلة كتير مهمة. هلّأ هون درت البرغل وجهّزته، قُلت لكم البرغل أنا مالي مكترعني حوالي كيلو ونص، بعد ما درته قُلت أول شي باساوي الدراويش لإنه شفتوا القراص ما بدها شغل على الماكينة، حطيت قالب الدراويش وبلشت إنه أجهّزن وأطالعن، شغلٌ كتير سهل بس كانت العجينة كويسة، وطبعًا أنا عجينة الكبّة ما لي حاطط لها هبرة، أنا قُلت لكم قبل الآن باحط الهبرة بس للكبّة المشوية، الكبّة المبرومة، الكبّة بالصينية، بس المقلية ما باحط لها هبرة مشان تضل تعطي هرشة. للكيلو ونص برغل كل كيلو بتحطوا له رغيف خبز، يعني أنا هون حاطة رغيف ونص خبز وبصلة وملح بس ولا أي شي. وكمان شغلة تانية وقت تكون عندكن عزايم حاولوا دايما يكون إنه الملح خفيف مشان يناسب كل الأذواق، لأنه الناس يلي بتاكل ملح كتير إذا كان الملح ظاهر، عفوا الناس اللي بتاكل ملح قليل إذا كان الملح ظاهر ما رح تتهنى بالأكل، بس الناس اللي بتحب إنه طعمة الأكل ظاهرة فيها الملح ممكن ترش ملح. هلا أنا بصراحة نحن عيلتنا بنحب هيك إنه الأكل يكون شوي ملحه، إنه يعني إنه ملحه مو إنه كتير بس إنه بنحب نكهة الملح. في ناس هلأ متل بيت حماها لبنتي إنه بيحبوا الأكل كتير ملحه خفيف، فأنا حاولت قدر الإمكان إنه يكون الملح قليل وإن شاء الله يكون طلع قليل، بس أنا متأكدة قليل لأنه جوزي وقت كان جنبي كل ما يدوق شغلة يقول لي ليش ما لها ملح ليش ملحها قليل، صرت أضحك قلت له يعني بتعرف إنه واحد عنده عزيمة، فيعني حتى لو ما بتعرفوا إنه مثلا أنتوا ذوق ضيوفكم بالأكل خلي يكون دايما الملح إنه قليل بيكون أفضل. هون بعد ما حشيت الدراويش وخلصتن جيت إنه أساوي كم قرص. هون للقراص حطيت اللهم صل على سيدنا محمد لحمة وشوية شحمة ومكسرات وشوية فلفلة حمراء وشوية فطر وقليتها قلي طبعا. كمان تشكيل القراص كتير سهل بس هيك بقطعن وبكبسن هيك على الصحن، والكيس كتير مهم تشكيل القراص. هلا في ناس بتساويها على علبة السمنة وعلى الكاسة، أنا بصراحة ما بساويها، بحب هيك إنه أقرصها بإيدي وأشتغلها بإيدي. وهيك جهزت الكبة وصارت كبتي جاهزة، ويعني الحمد لله رب العالمين. بس واحد يشتغل شغلاته عن يومين عن جد ما بتحسوا بتعب ولا بتحسوا انه انتم مضغوطين. هون خلصتهم وهي جهزت هون اللبن حطيته، عندي هون حوالي 4 كيلات وشوي لبن، وحطيت لهم بيضة ما بدهم اي شي تاني لانه نوع اللبن كويس، بس كان بس كان نوع اللبن كويس يعني ما بده اي اضافات تانية. حطيت بيضة وبعدهم جبت البلندر وخلطته خلطة كتير منيحة مع رشة ملح، وبعدهم شعلت عليه على النار. وكالعادة يعني أنا طبيعتي إنه وقت اللي بدي أطبخ اللبن باضل باحرك هيك إنه بالمعلقة لحتى يغلي اللبن، وبعدين أضيف له المَيّة اللي بدي أضيفها. طبعًا المَيّة اللي بدي أضيفها هي مَيّة اللحمة يلّي سلقتها، وضفتها بكل الدهن يلّي فيها. أنا هون يعني بهذا اليوم ما احتجت إنه أضيف أي إضافات تانية إنه سمنة أو شي، لإنه اللحمة بسم الله ما شاء الله دهنتها كتير كويسة، ومو هيك لحمة تازة يعني عن جد بتطلع غير شكل على الطبخ. وشايفين هون اللبن عندي يعني اللهم صل على سيدنا محمد تبارك الرحمن، يعني مثله مثل الحليب. هون بلشت أضيف له مية اللحمة يلي سلقتها الصبح. هلا أنا هون طبعا هون صارت الدنيا مسا، هون كان يوم السبت، يعني كنت خلصت الكبة وسلقت لحمة القرمان وطبعا فطرنا ولمينا، وكمان كان في مقاطع وقت اللي صورت لكم من قبل بيوم شفتوا بالفيديو السابق قلت لكم كمان طلعت اشتريت شوية أغراض، ايه هذا يعني كان في مقتطفات يوم يعني شراء الأغراض كمان كان يوم السبت. فيعني تخيلوا هيك إنه الصبح شغل وطبخ وروح على السوق ورجعة ورجعت بالليل كملت شغلاتي. وشغلة هلا أنا هون شفتوا كنت سالقة اللحمة سلق، بعد ما إنه سلقتها في قطع لحمة كتير فيهم دهنة، فأنا يعني بحب نكهة اللحمة المقلية أكتر من نكهة اللحمة المسلوقة، فحاولت إنه آخد اللحمة يلي فيها دهنة بعد السلق حطيتها بمعلقة دهنة كمان وهيك شوحتها تشويحة ميكنة على النار وضفتها للقرمان، يعني بتصير نكهة القرمان أطيب من إنه نحط لحمة بس مسلوقة. بعد ما ضفت اللحمة المقلية رجعت كملت ضفت يعني بقية اللحمة. وبالنسبة لكمية اللحمة للبن يعني كمان هذا حسب ظروفكن وذوق شخصي،
يعني أنا ما باحب أقول لكم مثلًا حطيت هيك وسويت هيك، كل إنسان وله ظروفه وكل إنسان ويعني متل ما بيحب. خلّصت الطبخ القرمان وبعد ما خلصت قُلت يعني بما إنه يعني صارت الزفرة وصارت قُلت خلّيني فد مرّة إنه أقلي الكبّة وأخلص منّا. هلّأ أنا باسمع كتير ناس إنه بيجهزوا الكبّة بيحطوها بالفريزر هي نيّة ووقت بدّن بيقلوها، في ناس بحطوا لها هبرة، في ناس بلا هبرة. أنا بصراحة مالي من الناس اللي يعني بتحب إنه تقيم بالفريزر وتطالع تطبخ، لأ. أنا باحب هلّأ متل أنا ساويتها هون جهّزت الكبّة قليتها بس يعني تقريبًا نُص قلي، تركت لونها كتير كاشف وقُلت تاني يوم وقت اللي بدنا يعني نتغدى إنه باسخّنها هي بتصير إنه تكميلة إنه قلي وبنفس الوقت ترجع إنه سخنة. يعني ما بعرف أنا بصراحة مالي من الناس يلّي بتحب وخاصةً بالنسبة للكبّة مالي من الناس يلّي بتحب إنه أساويها وأقيمها، وحتى جوزي وولادي يعني ما بيفضلوا إنه نكهة الأكل منقام بالفريزر. يعني يمكن قبل الآن قُلت لكم هاد الموضوع وقت كنا نحكي عن تفريزات رمضان، قُلت لكم أنا ما باحب أقيّم شي. يعني أنا أحيانًا إذا بزيد عندي أكلة مثلًا بتكتر باقيمها بالفريزر وباطالعها، وقت اللي باطالعها باحس إنه طعمتها بتروح، بتحسّوا إنه الأكلة وقت اللي بتجمد وبترجع بتطلع من الفريزر مرّة تانية، يعني بتحسّوا إنه نكهتها كلّها بتروح. فهيك سبحان الله إنه يعني جهّزتها هيك بالليل قليتها ورتّبتها هيك نُص قلية وصفّيتها هيك بالصينية وحطيت لها كيس وتركتها بالبراد، طبعًا بالبراد من تحت مو بالفريزر. وتاني يوم رجعت سخّنتها والله عن جد رجعت تازة وما أحلاها. هلأ هون هيك بافرجيكن يعني هون القرمان كان طبعًا برد وسمك، وهي هون الكبة صارت هيك كمان جاهزة تركتهم لحتى يبردوا، وهذا هون عش البلبل. طبعًا عش البلبل الصبح يعني بس بصراحة ما صوّرت لكم لإنه كانوا لسه نايمين، يعني ما كان في حدا جنبي يناولني أغراض وهيك، وإنه بدي ألبس غطا الصلاة فإنه ما صوّرت. تبّلت اللحمة، باحط للحمة إنه دهنة ودبس رمان وشوية هيك إنه بصلة صغيرة وتبّلتها. وبعدين زوجي وقت اللي فاق أخد لي إياها لعند الحلواني، طبعًا بتعرفوا إنه يعني عيش البلبل بيتساوى عند الحلواني، مش كمان جاب لي إياه بالليل كمان فتحته وبردته ورجعت ضبيته. وشفتوا اللحمة يلّي حطيتها على النار هي هون طبعًا لحمة لأكلة الفريكة. هلأ أنا طبعًا بالليل بس سلقت اللحمة وتركتها، وهي هون فوقنا الصبحيات عم بافرجيكم فقت الصبح سويت قهوة باردة، كانوا الولاد إنه فايقين وزوجي فايق، وقُلت إنه هيك بغيّروا شكل بنشرب إنه فنجان قهوة، لإنه نحن عزيمتنا كانت إنه على الغدا. فبصراحة يعني ما رح أساوي فطور، لإنه بس واحد ساوى فطور ويعني إذا واحد جاي لعنده ضيف كتير عيب إنه يبرك وهو شبعان. فعملت لهم هيك كاسة قهوة باردة وحطيت معها شوية بسكوتات وبركت لحتى أنقي الفريكة. هلأ الحمد لله الفريكة كتير نضيفة ما فيها شي، بس إلا ممكن واحد إنه يكون فيها هيك قشة أو مثلا بحصة حجرة، فكتير يعني إنه أنظف شي إنه نبرك ننقيها. والله والحمد لله كتير طلعت نظيفة. بعد ما نقيتها فورًا إنه غسلتها بغسلة هيك وشّين 3 لإنه كمان قد ما نقيتوها في هيك يعني في قطع حبّات فريكة بيكونوا إنه محروقين بالتحميص أو هيك بقيان شوي من القشر تبع القمح، فهدول أكتر شي بينضفوا على الغسل. شايفين هيك هذا هون اللي بيطلع على الوش كلّه بنتخلّص منّه. غسلت أول وش والتاني وتركتها يعني دقيقتين 3 لحتى هيك شوي تنشف. هون أنا بهاد الوقت بعد ما إنه غسلتها قُلت بدي أحمّصها، وبنفس السمنة يلّي بدي أحمّص فيها الفريكة بدي أقلي المكسرات. هلّأ أنا يعني بافضّل إنه أحمّص الفريكة بس بسمنة والدهنة أكوي لها إياها كوي، ما باحب أحط دهنة إنه أحمّص فيها الفريكة وأرجع أضيف فوقها مي، ما باحب نكهة الدهنة تنسلق للفريكة، باحبها تكون بس مقلية. فحطيت هون معلقة سمنة واللهم صل على سيدنا محمد. وبيكون أفضل إذا بتحطوا سمن حيواني أو سمن يعني هيك سمنة تكون نكهتها طيبة، بهيك أكلات بتبقى طعمتها كتير زاهرة. حطيت هون المكسرات يلي بدي أحطهم على وش الفريكة، حطيت بس لوز وكاجو، هدول المكسرات يلي حمصتن هيك بحمصهم بشوية سمنة وقبل ما يستووا بشوي صغيرة برشلن رشة ملح بسيطة ورشة قرفة صغيرة، بيعطوا لون كتير حلو وريحة كتير كتير طيبة. وأنا هون عم بحمص الكاجو هيك المكسرات فائت ريان قالت لي ريحة بيتنا مثل ريحة وقفات العيد. بتعرفوا القرفة وقت اللي بتتحمص تعطي كتير ريحة الحلو يلي بيتساوى بالعيد وريحة الطبخ وهيك، يعني فعلا بتحسوا إنه أجواء عيد ورمضان. هلأ بعد ما جهزت المكسرات طبيت الفريكة لحتى أحمصها. هلأ في صبية يعني إلها فترة عم تسألني إنه مشان طريقة طبخ الفريكة، وأنا وعدتك قلت لك إن شاء الله إنه بهالفترة رح أطبخها، فإن شاء الله هيك تستفيدي من طريقتها. كتير طريقتها سهلة، أهم شي إنه تتنقى وتنغسل كتير منيح. يعني شايفين حتى لونها واضح عليكم لونها كتير حلو ونظيف. بعد ما بتنغسل أنا بحمصها بالسمنة
يعني تركتها هيك على النار حوالي ربع ساعة، لإنه مو كانت هيك نديانة، وقت بتكون نديانة غير وقت إنه بتكون ناشفة. حمّصتها قلّبتها هيك تقليبات كتير كويسة، وبعد ما حمّصتها طبعًا بدي أطبخها بمَيّة اللحمة. هلأ أنا باستغرب كتير إنه باسمع كتير عالم ما بيطبخوا الرز والفريكة، مثلًا إذا طابخين سالقين فرّوج أو سالقين لحمة ما بيطبخوا الفريكة بمَيّتهم، بيقولوا إنه ما بيحبوا نكهتُن. لأ أنا كتير باحب نكهة إنه مَيّة اللحمة أو مَيّة الفرّوج وقت باكون طابختها فرّوج إنه أطبخها فيها، بالعكس بتعطي طعم كتير طيبة. هلأ أنا هون عم باخُد طبعًا مَيّة اللحمة يلّي سلقتها بالليل، طبعًا لازم تكون اللحمة سخنة، يعني المَي. أنا هون بعد ما كنت عم باحمّص الفريكة تذكّرت إنه أنا مالي مسخّنتها من قبل بيوم بردت، فأخدت الفريكة هيك على راس الغاز الصغير، وحمّصت رجعت حطيت المَي تسخن على الراس الكبير، وهون صرت أصفّيها لإنه أنا كنت حاطة شفتوا حب الهال والفلفل، وحطيت هيك معها شوية ورق غار بالليل، فصفّيتها مشان ما يطلع شي بقلبها، لإنه ما باعرف ضيوفي إذا بيحبوا نكهة الفلفل أو نكهة حب الهال. هلّأ أنا بالعادة وقت اللي باطبخ هيك أكلات باترك شقف هال وشقف إنه فلفل بقلب الأكل، لإنه نحن كتير بنحبّن، بس بما إنه ما باعرف إنه إذا بحبّون فقُلت إنه باصفّيها، بس إذا طلع هيك شقف دهنة بقلبها إنه باتركن، كمان بيعطوا نكهة كتير طيبة. والمكون يلّي ما باستغني عنّه للفريكة هو الهال المطحون. أنا الهال المطحون كتير باحب أحطّه بس لأكلتين الفريكة والكبسة، كتير بيعطي طعمة طيبة، وما في مرّة حطيته إلا باريد فورًا أدوق طعمة يعني نكهته، لإنه كتير عن جد بيعطي طعمة طيبة. وهيك بعد ما حطيت لها ميتها، طبعًا بتعرفوا إنه مَيّة الفريكة بدها تكون أكتر من مَيّة الرز، يعني مَي أكتر متل العادة، وغطيتها، وبصراحة تركتها على النار ساعتين على نار أوطى من نار القهوة. قُلت خلّي تستوي على مهلها مشان ما تعلق، وبنفس الوقت مشان تاخد استواء كامل وتنفش الحبة بشكل كتير منيح. هلّأ هون عم بافرجيكم، أنا هون كنت عم باشتغل، طبعًا ريوني الله يعطيها العافية كانت عم تجهّز طبعًا كل شي، فرمت السلطة وقطّعت الخضرة وعملت جاطات الخضرة هيك تشكيلة المقبّلات جهّزتن، حتى طبّقنا الصحون، طبّقنا المعالق، وأنا هون يعني طبخت الرز. يعني بصراحة طبخت كل شي قبل ما ييجوا ضيوفي، قُلت مشان وقت اللي بدّن ييجوا ما باحب هيك أضل بالمطبخ وعم باشتغل، كتير هيك باتضايق إنه أترك الضيف وأضل جوا. هلّأ هون بعد ما استوى الطبخ حطيت الدهنة على النار، وطّيت عليها لحتى هيك تستوي كتير منيح وتاخد هيك لون أشقر، وبعدين كويت فيها الرز والفريكة. ما بعرف اليوم آخد على كتير هيك عم باشط بامُط بالحكي، حاسة حالي كتير معبوطة، بس مو هيك شوي صوتي تعبان بلشت هيك أجرب، فهي لا تواخذوني ولا تدققوا كتير على طريقة الكلام. هون عم بافرجيكم كنت البيت مضبوب وما بقيان شي. هي هون الساعة 3:05، الساعة 3:15 إجوا ضيوفنا، كان البيت يعني متل الفلة وكل شي جاهز وما بقيان علينا شي. فورًا رحت معكم لحتى هون يعني هون كنت عم باسكب، فهيك حبيت آخد لكم شوية لقطات. أنا بصراحة حبيت هاد الفيديو يكون هيك إنه بس فيه طريقة الطبخ وتحضيراتي للعزيمة، وقلت بنفس الوقت بصور لكم السفرة. يعني اليوم الفيديو بس عبارة عن طبخ وشغل في قلب المطبخ. هاي هون هيك الرز صار جاهز وبلشت أسكب الفريكة، وطبعا الصبايا كانوا عم بيساعدوني. وعن جد يا ميت أهلا وسهلا، والله كتير انبسطنا بهذا النهار وكتير هيك يعني بتمنى يكون كل شي عجبهم وكان كل شي منيح ومرتب. وهي هيك هون سفرتنا صارت جاهزة. بدي منكم تكتبوا لي رأيكم بالتعليقات وتقولوا لي شو رأيكم هيك بالترتيبات هيك يعني بترتيب الأكل وترتيب السفرة. هون هيك سكبنا وجهزنا كل شي والحمد لله رب العالمين. بتمنى إن شاء الله يكون كل شي عجبهم وكان كل شي طيب. وعن جد كتير كتير كان نهار حلو، والله انبسطنا والحمد لله رب العالمين. كان كل شي يعني إن شاء الله يكون كل شي منيح. كان نهار كتير حلو قضيناه مع بعضنا. ايه والله والحمد لله رب العالمين. الله هيك يا رب يديم علينا وعليكم النعم يا رب ويحفظها من الزوال. طبعا بعد ما خلصنا دخلنا على المطبخ، وعن جد الله يعطيهم العافية ما قصروا. يعني حمات بنتي ريان والله يعني شكرا من جوات قلبي. يعني حسيت فعلا كأنه أخت، يعني ما بتحسوا أبدا إنه أنتوا عم يعني ما حسيت أبدا إنه ناس غريبين، بالعكس كتير كتير هيك يعني كتير إنه ناس ما في يعني ما في شي ينحكى غير ناس بدخلوا جوات القلب وبس. هيك ساعدنا هيك مع بعضنا وخلصنا الجليات طبقنا كل شي. وبعدهم هيك قمت شوي بعد شوي قلت هيك أحط شوية نقرشات، حطينا فستق وتخليطة وشربنا كولا وجهزنا كمان شوية فواكه. وبآخر القعدة كمان شربنا قهوة. وعبود هيك الله يرزقه كمان كان جايب معه تحلاية، وهذا النهار كمان كان عيد المولد النبوي عليه أفضل الصلاة والسلام. ايه والله والحمد لله رب العالمين. يعني والله يعني قلت لكم كان نهار كتير حلو،
كتير انبسطنا بهذا اليوم. الله يجعل ربي أيامكم كلياتكم هنا وسعادة وفرح وبسط، وتضلوا دائما دائما بألف خير يا صبايا. شو حبيت هيك أشارك معكم هذا اليوم، حبيت أشاركه معكم لأني بحبكم من جوات قلبي، وبصراحة أنا مالي من النوع اللي بحب أخبي. إن شاء الله هيك يكون عجبكم هذا الفيديو، ويكون هيك حبيتوه واستفدتوا بنفس الوقت، يعني استفدتوا من طريقة الطبخات، لأنه في كتير يعني قلت لكم كتير صبايا عم بيطلبوا مني، خصوصي أكلة الفريكة كتير انطلبت مني بهالفترة. وهي هون عم جهز فنجان القهوة، ويعني خلصنا هون هيك شغلاتنا كلياتها. والمسا بالليل هن وقت اللي اجوا يعني اول يعني شو بدي اقولكن، اجوا عن دفعتين لانه بسم الله ما شاء الله يعني ما بيوسعوا بالسيارة. فالمسا بالليل وقت اللي اجوا بدهم يروحوا كمان كانوا بدهم يروحوا عن دفعتين، فقال لهم زوجي لا انه حرام تروحوا وترجعوا هيك. فقعدنا نحن نزلنا معهم، يعني قسم طلع معنا وقسم يعني انه نزل بسيارتهم. ايه والله وصلناهن، يعني كمان غيرنا جو وهيك شنطة ألكن، يعني كنا هيك رجعانين على البيت، يعني إنه طلعنا من البيت واحد مو هيك بده يرجع يلملم ويضبطب، فبتاخدوا هيك شوية جرعة نشاط، ومثل ما بقولوا يعني هيك هرمون السعادة يعني بيتجدد عندكن. فوالله هيك طلعنا وصلناهن وانبسطنا كتير، عن جد كان نهار كتير حلو. أجواء العائلية عن جد دايما بتبقى كتير 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 حلوة، بس يكون في هيك لمة عيلة ويكون ناس مبسوطين وناس بتحبوهم، عن جد بتنبسطوا من جوات قلبكن. ايه والله، ويعني مثل ما انبسطت بهذا النهار حبيت هيك أشاركه معكم، وإن شاء الله يكون كل شي عجبكن. تضلوا بألف خير يا صبايا، الله معكن حبايب قلبي.